يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح السكر، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بتعملي ايه يا ام تغريد؟ بتعملي لنا ايه حلو كده؟ بعمل لكم قمر الدين حلويات. طبعًا قمر الدين دي بيتعمل إزاي، بتدفّي شفشق مَيّة، ييجي لتر مَيّة بتسيبيه دافي، وبعد كده أمّا قمر الدين بيفِك معانا خالص بنولّع عليه على البوتاجاز، ولازم تقطّعيه قطع صغيّرة كده لغاية ما يبوش معايا، وهافضل أقلّب فيه، أقلّب فيه، ولمّا ألاقيه يفُك معايا هاعلّق عليه على البوتاجاز. دي طريقة قمر الدين. وهاجيب ييجي 6 معالق نشا وكوباية سُكّر، أنا باقول لكم بس أنا لسه ما علّقتش عليه، أنا دلوقتي أنا باقطّعه معاكم. هتجيبي كوباية سُكّر وييجي 6 معالق نشا وكيسين فانيليا وتعلقي عليه على البوتاجاز، وياخد ويدي بشكل ودي وهو على البوتاجاز. دي طريقة القمر دي. شوفوا ما شاء الله دي كان ساب معايا اهو وحطيته على البوتاجاز، وايديا فيه على طول لازم اقلبه على طول وفك خالص. وبعد كده هنزل بالنشا 5 معالق او 6 معالق وهيغلي معايا حلو، وهقوم نازلة بكيسين فانيليا، وبعد كده احط كوبايه سكر، احنا ما بنحبوش مسكر قوي، وهفضل ايديا فيها على طول لغايه ما يفك ويتقل معايا. دي طريقه قمر الدين، بس كان طعمه جميل ما شاء الله، كان حلو قوي. انا لسه الوقت بحط النشا، وبعد كده هحط بردك مع النشا كيسين فانيليا. دي طريقه قمر الدين، سهله وجميله وبسيطه. وطبعا على طول قلنا نصلي على النبي ونذكر الله، وهفضل اقلب في النشا خالص لغايه ما تبقى سايله معايا، هي تقيله. افضل اقلب 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 لغاية ما تبقى فكة معايا ومَيّة خالص في إيدي كده، وبعد كده هانزل بيها في الحلويات اللي هو قمر الدين. ماشي يا حبايبي، طريقة سهلة وجميلة وبسيطة. اللي عندها قمر الدين وعايزة تعمله حلويات تقوم تعمله. ما شاء الله دي كان شكل الأطباق معايا مجهزاها على الرخام. طبعًا هتفضلي تقلّبي فيه لغاية ما يدّيكِ القوام اللي أنتِ عايزاه، والوقت نزلتِ بكوباية سُكّر، وهافضل أقلّب فيه، أقلّب فيه عشان السُكّر يدوب وياخد ويدّي بشكل وِدّي، أهم حاجة ياخد ويدّي بشكل وِدّي. ما شاء الله شايفين لونه دهبي وأصفر وجميل إزاي. وبعد كده هانزل بالنشا معايا، وكنت حاطة في النشا كيسين فانيليا وهانزل بيها ويدّيني القوام اللي أنا عايزاه، وبرضه هافضل أقلّب فيه لغاية ما يتقل معايا ويدّيني القوام اللي أنا عايزاه. ماشي يا حبايبي، طريقته سهلة وجميلة، اللي عندها قمر الدين تقوم تعمله حلويات لعيالها. ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. أنا عندي ابن أيمن والله ما كَل منه، ما بياكلش إلا الحلويات. قُلت له: "خلاص يا أيمن مرة تانية هاعمل لك حلويات." "يعني أنتم يا ماما تاكلوا قمر الدين وتسيبوني؟" قُلت له: "والله مرة تانية هاعمل لك طبقين حلويات." شايفين بقى لازم إيديّا فيه على طول وأفضل أقلّب فيه. وبعد كده كنت مجهّزة معايا طبق فيه زبيب وجوز الهند عشان أمّا أفرّغه أقوم راشة على وشه. وما شاء الله جِبت الحلة جنبي على الرخامة، وبعد كده أديني باصُب معاكم. شايفين بقى القوام بتاعه حلو إزاي، تقيل وجميل. كنت مجهزة الأطباق بتاعتي معايا، وبعد كده أمّا يهدى خالص أرُش عليه زبيب وجوز الهند، وبعد كده أحطه التلاجة، هادخّله في التلاجة. ما شاء الله، قومي يا حبيبتي يالّا اعملي لعيالِك قمر الدين. ما شاء الله. دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. متابعيني حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، وتفرحوا بعيالكم وما تشوفوا فيهم حاجة وحشة أبدا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو، ربنا يفرح قلبها يا رب. ايه التعليقات الجميلة اللي بتفرحني دي؟ على فكرة التعليقات بتاعكم دي اللي بتفرحني وبتشجعني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو، ويفرح قلبها ويكبر بخاطرها يا رب. وحشتيني يا خوخة انت وحبيبة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. دايما على طول قلنا نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت بقى دي شكل الحلويات معايا اللي هو قمر الدين. ما شاء الله. والوقت برش زبيب وجوز الهند على الوش، وهسيبه يهدى شوية، وبعد كده هدخله التلاجة. شايفين بقى شكله حلو ازاي ولونه جميل ازاي. طبعًا يا حبايبي حتى وأنا صايمة باصحى بدري. طبعًا أنا أقول إيه، أنام براحتي وأصحى براحتي. هاصحى الضهر مثلًا، هاصحى الساعة 11:00 هاطبخ، الطبيخ العصر هيبقى ساخن، والله باصحى بدري. اتعودت إن أنا أنام بدري وأصحى بدري. دي تعوُّد بقى خلاص، اتعودت إن أنا أنام بدري وأصحى بدري. هتطبخي لنا إيه حلو النهارده يا أم تغريد؟ هاعمل لكم مكرونة بشاميل.
طبعًا أنا جِبت حلة وحطيت فيها معلقتين سمنة ونزلت بشوية زيت، أمّا السمنة تفِك هانزل ب6 معالق دقيق فينو. معالق كبيرة من اللي هي المعالق الكبيرة، وبعد كده هافضل أقلّب في الدقيق هاعمله بشاميل، ما شاء الله البشاميل كان جميل وتقيل وكان نَفَسه جميل، وهافضل دلوقتي بقى أنا بانزل معاكم بالدقيق، أنا باقول لكم واحدة، واحدة، بامشي معاكم الطريقة واحدة، واحدة، نزلت بالدقيق وهافضل أقلّب فيه، أقلّب فيه وياخد ويدّي في شكل وِدّي ما شاء الله، وهيدّيني لون دهبي كده اصفري كده، وكان عندي وش اللبن في الفريزر حطيت معلقة قشطة، القشطة دي ما شاء الله خلّته جميل. وبعد كده هانزل باللبن، بس أنا باورّيكم الطريقة بتاع البشاميل من أولها، عشان البنوتة اللي عايزة تعمل مكرونة بشاميل، دي طريقة البشاميل معايا، ما شاء الله طريقة سهلة وجميلة ومش صعبة خالص، وبعد كده هاحط ربع معلقة ملح، وربع معلقة فلفل أسمر، ومكعب مرقة، هي دي البشاميل اللي معايا. دي معلقة القشطة اللي أنا قُلت لكم عليها، بابقى أجيب اللبن وعين وش اللبن في قلب طبق كده، وأمّا باحتاج منه باطلّع منه، دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، ونترحّم على أمي وأبويا موتانا أجمعين يا رب العالمين، ماشي يا حبايبي؟ وهافضل أقلّب، أقلّب، أقلّب لغاية الدقيق ما يبقى سهل معايا كده، وبعد كده هانزل باللبن، وأهدّي عليه وياخد ويدّي بشكل وِدّي، ودلوقتي نزلت باللبن، ما شاء الله كنت جايبة 2 كيلو لبن جميل، لبن فلاحي وجميل ما شاء الله. دلوقتي نزلت بكيس لبن وهافتح الكيس التاني وهانزل بيه، وهافضل أقلّب فيها، أقلّب فيها لغاية ما تدّيني القوام اللي أنا عايزاه وما شاء الله، وأركنها على جنب، وطبعًا طلّعت الكبد والقوانص غسلتها بدقيق وملح ونقعتها، وبعد كده هاقطّعها، أقطّع القوانص لوحدها والكبد لوحدها، عشان أمّا آجي أعصّجها القوانص بتغيب شوية عن الكبدة، الكبدة بتستوي على طول، ماشي، دي طريقة البشاميل، سهلة وجميلة وبسيطة، والوقتي أنا بافتح الكيس عشان أنزل باللبن. وبعد كده هاهدّي عليها، وبعد كده هاركنها خالص وأشوف أعمل إيه، طريقة سهلة وجميلة، أدي الملح وهانزل بربع معلقة فلفل أسمر ومكعب مرقة، ماشي يا حبايبي، دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله. دلوقتي نزلت بالفلفل الأسمر ونزلت بشعرة ملح، وبرضه هافتح مكعب مرقة وانزل بيه، وهافضل طول ما أنا واقفة إيديا وجعتني، بس لازم أقلّب حلو عشان الدقيق ما يكلكعش معايا، ما شاء الله، وهافضل أقلّب، أقلّب طول ما أنا واقفة عمّالة أقلّب فيه والله، دلوقتي فتحت المكعب المرقة وباهريه وهانزل بيه، ماشي يا حبايبي، ودي طريقة البشاميل اللي معايا، سهلة وجميلة وبسيطة. وبعد كده كان معايا الكبد والقوانص غسلتها غسلة حلوة ونقعتها، وبعد كده لمّا شطفتها قُمت مقطعاها قطع، 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 القوانص لوحدها والكبد لوحدها. والله أنا كنت محتارة أطبخ إيه، أعمل إيه، قالوا يا ماما عندنا الكبد والقوانص في الفريزر واللحمة في الفريزر، إيه رأيِك نعمل مكرونة بشاميل؟ دي الكلام ده من بالليل، طب إيه رأيكم نعمل مكرونة سخنة وبيض وبطاطس ومخلل وسلطة؟ قالوا لأ، إحنا عايزين ناكل مكرونة بشاميل، قُلت لهم خلاص ماشي، الوقت بقى شايفين أنا باغسل الكبد والقوانص معاكم، أنا كنت غسلتها حلو بدقيق وملح وشطفتها بالمَيّة، ما شاء الله، وبعد كده جبت برضه معلقة سمنة وشوية زيت عشان أعصّجها، وييجي 4 بصلات والوقت أنا باقطّع معاكم البصل. طبعًا لو تلاحظوا يا حبايبي إن أنا البصل ما باحبش أعمله في الكِبّة، أنا عندي الكِبّة وكل حاجة، بس أنا باحب أقطّعه على إيدي، باستسهل لسه يعني أنا باحب أقطّعه على إيدي، ما باحبش أعمله في الكِبّة، الكِبّة مخلّياها مثلًا للتوم، لدقة السمك، لدقة بتنجان، لأي حاجة تانية، أمّا البصل باقوم غاسلاه ومقطّعاه على إيدي سهل على طول، زي ما أنتم شايفين كده، باحب أقطّعه على إيدي، مش حكاية بقى اللي أنا أستسهل وأعمله في الكِبّة والّا كذا والّا كذا، أنا باحب والله أعمله على إيدي. زي ما أنتم شايفين، جايبة الكمية معايا وباقطّعها، وباقطّعه حتت صغيّرة عشان عيالي ما بيحبوش البصل كبير في الأكل، ماشي يا حبايبي؟ قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام، أديني عمّالة أقطّع في البصل ودمّعت وحالتي كانت حالة، ودموعي نزلت وقُلت مش مشكلة. عمّالة أقلّب في البصل هتدّيني لون صفاري، وبعد كده هانزل بالكبد والقوانص. طبعًا أنا نزلت بالقوانص الأول، هاسيبها شوية وبعد كده هانزل بالكبد، وأهدّي عليها براحتها بقى 10 دقايق كده، وأقوم حاطة لها برضه شعرة فلفل أسمر وشعرة ملح. ما شاء الله، كنت جايبة معايا كيلو إلا ربع مكرونة، عشان الكبد والقوانص ما كانتش كتيرة، كيلو إلا ربع مكرونة اللي هي المكرونة اللي هي الأقلام بتاع البشاميل، ونزلت دلوقتي بفلفل أسمر، ونزلت بشعرة ملح، وبعد كده هانزل بالكبد معاه، ما تستعجلوش الطريقة نازلة لوحدها،
ما شاء الله، نزلت بالكبد معايا قطّعتها بالمقص وهاهدّي عليها برضه، وتاخد وتدّي بشكل وِدّي. أنا وأنا في السوق الصبح بدري خدت النُص كيلو لحمة معايا، ودّيته المحل عند اللي بيشوي الفراخ والكباب، قُلت له عايزاه الساعة 17:30 عشان يبقى ساخن، قال لي خلاص ماشي، أكتبه باسم مين؟ قُلت له اكتبه باسم أيمن، قال لي خلاص ماشي، وطبعًا أيمن الساعة 17:30 قال لي يا ماما هاروح أقعد هناك عشان أجيبه، والوقت جِبت حلة حطيت فيها شوية مَيّة ونقطة زيت وشوية ملح عشان أسلق المكرونة، وطبعًا الكبد والقوانص كان عندي جوزة الطيبة حطيت بشرت إيه حاجة بسيطة عليها، وطبعًا الوقت المَيّة غليت معايا ونزلت بالمكرونة، لازم تستوي المكرونة تستوي حلو، وهافضل أقلّب فيها واسيبها براحتها، خلاص يا حبايبي أديني عمّالة أقلّب فيها عشان ما تلزقش، لازم أقلّب المكرونة حلو عشان ما تلزقش في الحلة، وأنا إيديّا فيها على طول، أطلّع واحدة أشوفها استوت والّا ما استوتش، وبعد كده صفيتها معايا في المصفى، وبعد كده هاجيب اللحوقي على قد المكرونة، وقُمت حاطة شوية بشاميل في أرضية اللحوقي، وبعد كده هيبقى معايا طبق بلاستيك هانزل فيه بشوية مكرونة وشوية بشاميل وأقلّبها حلو، وبعد كده هافردها في الصينية لازم أفردها بقى إيه ما اخليهاش تخينة عشان تبقى رقيقة وحلوة كده، بس والله العظيم كانت جميلة جمال ما شاء الله، كانت جميلة، الوقت هافردها معاكم وبعد كده هانزل بالكبد والقوانص، وهانزل بالطبقة التانية، بس أنا باقول لكم الوقت أنا باعمل إيه، الوقت أنا بافردها معاكم حلو أهو، أنا ما باحبهاش تخينة، أنا مقللة الأرضية المكرونة ومن فوق برضه مقللة المكرونة، ما شاء الله. والوقت بافردها معاكم وهافضل أسوي فيها واملاها كلّها، الحتّة اللي ما بالاقيهاش فيها كبد وقوانص بافردها معايا كده، بافردها معايا كده، وبعد كده هانزل بالطبقة التانية بتاع المكرونة، وهاطلع فوق أسخّن الفرن وأحطها في الفرن، إحنا طبعًا أنا حاطاها في الفرن حوالي بعد الساعة 17:00. عشان إحنا حابينها سخنة، قُلنا بقى إحنا طبعًا هنفطر المغرب نحطها سخنة، والوقت بانزل معاكم بالطبقة التانية اللي هي المكرونة وهاسويها، وطبعًا الفرن هاطلع أهدّي عليه وأسخّنه، وبعد كده أحط المكرونة، وما شاء الله الكل اللي كَل منها، صاحبة بنتي كَلت منها ما شاء الله كانت مبسوطة منها أوي، إيه المكرونة الحلوة دي مين اللي عاملها؟ مين اللي عامل أنتِ يا تغريد؟ قُلت لها لأ والله أنا اللي عاملاها، قالت لي بجد يا طنط هِمة تسلم إيديكِ طعمها جميل والله. أمولة حبيبة قلبي ربنا يخلّيها ليّا يا رب، ما أشوف فيها حاجة وحشة أبدًا، هي اللي دقتها وقالت تسلم إيديكِ يا طنط هِمة الجميلة، ربنا يخلّيها ويدّي لها طولة العمر يا رب، ما أشوف فيها حاجة وحشة أبدًا، صحاب بنت حبايبي، ما بيقولوش ليّا والله أكتريتهم ما بيقولوا لي الله يهمك، قليل لو واحدة قالت لي يا طنط هِمة أقول لهم عادي، ما شاء الله دي شكل المكرونة معانا، وبعد كده هاقطّعها، وكنت عاملة عصير فراولة، قُلنا نغيّر مرّة تاني، مرّة عصير فراولة كل يوم والله باسأل عيالي أقول لهم أعمل لكم عصير إيه، كل يوم هُم اللي بيشربوا العصير أقول لهم أنتم عايزين عصير إيه، مثلًا يقولوا لي مثلًا النهارده اعملي تانج، اعملي فراولة، اعملي يا ماما أي حاجة، وما شاء الله الوقت كنت قطّعت معاكم المكرونة خُرَط، خُرَط، والوقت بافضّي في الأطباق، عشان المغرب ما عادش عليه إلا 5 دقايق، 10 دقايق. حبايبي لو أول مرة بتشوفوني دي قناة يومياتي أنا وماما ما تنسوش يا حبايبي دايما على طول الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك أهم حاجة اللايك ماشي يا حبايب قلبي يا ريت الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلبكم وتشجعوني مع السلامة هتوحشوني مع ألف سلامة.